السويسي، هو انت ليه ما خلفتش تاني من بهانه؟ ولا من بهانه ولا من غيرها. صح. السلام عليكم. كلام على الجد بقى. انا يا اسطى كان ربنا رازقني بتوأم من قيمه 3 سنين فاتوا. بعد ما جاسمين اتولدت ربنا رزقني والحمد لله بتوأم. فما حصلش نصيب في الشهر الرابع وتعبت وماتوا. بس حصل مشكله بقى، انا ما عادش تنفع تخلف تاني. فانا راضي بقضاء ربنا، وربنا رزقني ببنتين زي العسل. حوار بقى اللي احنا بنضحك بنقول ما بيعرفش حاجات من دي. ليه؟ لان انا يعني مثلا لو قالوا لك العيب منها، انت هتلاقي عندك كومنتات ده سوسه ينزل يتجوز، ده سوسه لازم يتجوز عشان يجيب ولد، ده سوسه لازم يعمل عشان يجيب ولد. انا اقسم بالله ولا في دماغي الحوار ده. انا راجل برضه بنصيبي من يوم ما اتولدت، وعارف ان كل حاجه بايد ربنا، وان هي كلها ارزاق واللي ربنا عاوزه هيكون. فانا راضي بعيشتي، وربنا يستر عليا وخلينا رب البنتين، والحمد لله على كل حال.